ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ بصوا، نعمل شويه ليمون بقى. الشتا داخل وبيحب المخللات. جبت الليمون غسلته كويس جدا، حطيت عليه ميه، حطيته على النار كده اهوت. بصوا، امتى تعرفي ان الليمون دوت خلاص كده اتسلق معاكي واتعمل؟ لما تلاقيه، عارفين النغزه اللي هي في الخد كده دوت، عارفه لما يديلك يعني الليمون دوت تحسي كده دوت داخل لجوه كده في نغزه كده دوت فيه. هوريهولكوا برضو دلوقتي. فاول ما يبدا كده دوت يتعمل هوريهولكوا، هقول لكم كده يبقى خلاص الليمون خلص، واوريكم بقى بطريقته بتتعمل ازاي. دلوقتي الليمون رخيص بقى ب20 جنيه، ويمكن عندكم يكون ارخص كمان. فابداوا هاتوا وخللوا وخزنوا في الفريزر. بينفع قوي، سعره بيزيد ل100 جنيه، وبيبقى غالي وما بنعرفش نجيبه. ده وقته ان انتوا تجيبوه. بصوا بقى، شايفين الطريقه دي اللي هي تحسوا نغزه كدهوت في الليمونه دي كدهوت، خلاص اتسلقت واستوت معاكم. دي خلاص كدهوت اتعملت. هاخد الليمون دوت احطه تحت الحنفيه، هترموا الميه بتاعت الليمون. ميه الليمون دي لو فضلت هيمرر لكم الليمون. احنا بنسلقه علشان ننزل المراره من الليمون. وهرمي الميه ديت، وعايزين تستخدموه على فكره في الصابون السائل، يعني الصابون بتاع المواعين تحطوا عليه ميه الليمون، ده بيخلي ريحه المواعين في حته تانية خالص وحلو جدا. بس انا بصراحه ما بعملش كده اهوت. انا هاخده تحت الحنفيه، ادلق ميته، اديله شطفه، ابرده، احطه في العلبه وهوريكم هعمل ايه. بصوا، انا كده حطيته في ميه ومليته، استنى فوق. بصوا اهو، حطيته في ميه اهو بعد ما شطفته كويس. بصوا الليمونه طريه، بصوا طريه ازاي. وبعد كده حطيت فيه ميه، وبعد كده هسيبه على الرخامه هنا اهوت. هقفل عليه كده ميه من الحنفيه عاديه خالص. هسيبه لمده يومين بس. يومين، كل شويه كل شويه كل ما ادخل المطبخ افضل داخله طالعه، اقعد ادلق في الميه ديت وارجع املاه تاني، ادلق في الميه وارجع اعمله تاني. ليه بتعملي الخطوه ديت؟ علشان ما يبقاش ممرر خالص، ما يبقاش فيه اي مراره، لمده يومين. وبعد كده اهوت هقوم جايبه ميه وملح برضه هوريهولكم، وهقوم حاطه على الليمون. وبعد كده والتلات ايام وتاكلي منه احلى ليمون ممكن تاكليه، وسهل جدا وبسيط جدا وملوش اي، يعني ما فيهوش اي لعب كتير. وفي نفس الوقت الليمونه حلوه وطعمها جميل، وميه وملح وبس. انا دلوقتي حاطه ميه من الحنفيه ويومين، وافضل رايحه جايه عليه اغير له الميه بتاعته، وبعد كده ارجع املحه معاكم. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وفي احسن حال، وكل واحد نفسه في حاجه ربنا يديها له وبازيد منها يا رب العالمين. تعالوا بقى، انا كنت منزلاكم نكمل الفيديو بتاع الليمون واوريكم الليمون اهو. انا لسه مصفيه منه الميه، زي ما انا قلت لكم بحطه في ميه. بعد ما بغسله كويس بحطه في حله ميه، وبقوم مدياله سلقه كده اهوت لحد ما يطرى مني كده، يطرى مني كده كده، يفتح كده. اقوم جايباه، اقوم شطفاه تحت الحنفيه، بدلق الميه بتاعت السليق بتاعت الليمون. محدش يعني ما ينفعش ان انت تشيلي الميه بتاعت الليمون بتاعته اللي احنا سلقنا فيها، ان احنا بنشيل المراره منه. ماشي، احنا شلنا المراره بالسليق دوت. فاحنا دلقنا الميه وشطفناه وشطفت الليمون. وبعد كده بقاله يومين عماله اغير عليه، املاه ميه وارجع ادلقه، وارجع ايه طول ما انا داخله طالعه على المطبخ ادلق واملى، ادلق واملى ميه من الحنفيه عادي خالص. وبعد كده هو بعد يومين ده كل اللي انا بعمله دوت، ان انا بطلع المراره من الليمون عشان ما يبقاش ممرر. ماشي، دلوقتي انا هعمل ايه؟ خلاص بقى عدينا اليومين. تعالوا بقى اوريكم هعمل ايه دلوقتي. دلوقتي دي ميه من الحنفيه عادي، ولا بغلي ميه ولا ميه معقمه ولا اي شيء خالص. وهحط 5 ميه، هحط عليه 5 معالق، ادي 2، ادي 3، 4، ادي 5. ماشي، وهبدا اقلبه. استنوا بقى اجيب حاجه طويله عشان المعلقه دي ايه قصيره. ماشي، تعالوا بقى ايه نقلبه.
المحلول ده. هتاكلي الليمون ده امتى؟ هتاكليه بعد 3 ايام. 3 ايام تاكلي الليمون دوت، بس تحفه، ولا ممرر ولا اي حاجه. انا جايبه الكيلو، كيلو الليمون ب20 جنيه، ممكن يكون عندكم ارخص، انتوا فاهمين، او ازيد يعني حسب ايه. استنوا هدوبه حلو وارجع لكم. بصوا انا خلاص، بصوا تعالوا دوبته خلاص، دوبت الملح فيه. ماشي. ليمون اهو، هغطيه بالميه خالص. ماشي. اهم حاجه بقى التقفيله، تفتحيش عليه الا بعد 3 ايام. بصوا، بصوا عامل ازاي. انا ما بحبش بصراحه ما بحبش الليمون اللي هو بيتفتح وبيتحشي دوت جزر مبشور وحبه البركه وكده. بصراحه لا، ما بحبوش خالص. بحب ده، حلو قوي وجميل قوي. وتاكليه مع طبق فول، تاكليه مع شويه باميه، تاكليه مع اي حاجه، مع اي حاجه حلوه قوي. انتوا الناس اللي هي من عشاق المخلل هتعرف ان احلى حاجه طريقه الليمون دوت، اللي هو تاكليه بعد 3 ايام وسريع وحلو قوي. آه كنت عايزه اقول لكم على حاجه. عايزه اقول لكم بحبكم كلكم في الله، وكل الناس اللي متابعاني على دماغي، وكل الناس اللي بتعمل لي لايك على دماغي، وفي ناس هي عارفاني كويس، وصحابي وقرايبي، وبيشوفوا فيديوهاتي، وبيبان عندي ان هم بيشوفوني وبيستخسروا يحطوا اللايك. يعني الناس اللي هي عارفاني ومتابعيني وبتتفرج على فيديوهاتي وبيستخسروا، تتوقعوا بيستخسروا. تعالوا بقى عايزاكم في كلمتين، عايزه اقول لكم فعلا والله العظيم وحياة ربنا، الناس فعلا بقت وحشه. الناس وحشه، واقرب كمان، يعني اقرب ناس ليكي هي اللي وحشه. هقول لكم ازاي. يعني انتوا شايفين، يعني بصوا، انا ليا ناس صحابي وليا ناس قرايبي وناس عارفيني، وبيعملوا ايه، وبيبان لي الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات، يعني بيبان لي مين بيتفرج ومين ما بيتفرجش. بيتفرجوا على الفيديو وبيستخسروا يحطوا اللايك، يعني مستخسرين فيا يحطوا اللايك. يعني للدرجه دي، يعني الدرجه دي، يعني انا يعني حرقاكوا قوي، مستخسرين فيا اللايك. ناس غريبه قوي. طب بتتفرجوا على اللي ما بتتفرجوش عليا؟ يعني انتوا مش فايديني، فما تتفرجوش عليا. تقعدوا تتفرجوا على الاسطوري اللي انا بحطه، وعلى الفيديوهات بتاعتي، وعلى كل حاجه، ويستخسروا اللايك يحطوه. ده انا ما بعملش حاجه غير بتفرج على الفيديوهات كده واعمل لايكات. انتوا عارفين كنت بتفرج على فيديو بتاع ام جنى، مش عارفه في ناس عارفاها وناس مش عارفاها. المهم يعني في واحده اسمها ام جنى، انا بحبها جدا، بحب اتفرج على الفيديوهات بتاعتها ومتابعاها. هي محتواها ايه؟ ولا حاجه، زيها ما فيش محتوى، اللي هو عادي تحط الاكل تاكل، تقوم تعمل اكله، تتكلم مع الناس. بس انا بصراحه انا واحده من الناس بحبها جدا. امبارح كانت في لايف، وراحت واحده كبلها، يعني واحده، بصوا الناس وصلت لايه، اقسم بالله اقسم بالله. انا فضلت زعلانه عليها امبارح طول الليل، يعني للدرجه دي. يعني ده جبر الخواطر على الله، الدرجه دي تكسر. يعني جبر الخواطر ده والله العظيم على الله. راحت واحده كبلها في اللايف وهي فاتحه، قالت لها ايه، ده انت يا ام جنى كنت بتمسحي لي السلم ب50 جنيه، انت كنت بتمسحي لي السلم ب50 جنيه. الست انا اقسم بالله شفتها،
قد ايه اتكسرت، يعني اللي هو ايه، عارفه اللي هو اتصدمت ومش عارفه تقرا التعليق ولا ما تقراش التعليق، ولا تعمل ايه، انتوا فاهمين، انتوا مش عارفه تعمل ايه. فراحت ايه من كتر ما هي اتكسرت وكده، فحست ان هي اكنها بتعايرها، راحت رد عليه، راحت قاريه التعليق راحت رد عليه، قالت لها على الاقل انا جيت مسحت لك شقتك ولا مسحت لك السلم ب50 جنيه، بس على الاقل ما مدتش ايدي وشحت بيهم، انا تعبت وشقيت بيهم وخدت ال50 جنيه. وفعلا يعني يعني انت بقى كبالة تعليق زي ده ان انت تكسريها او تقللي من المشاهده بتاعتها ولا كده، بالعكس ده انت نفعتيها اكتر، ان الناس اتعاطفت معاها اكتر. يعني انتوا فاهميني، يعني انا لو بحب ام جنى دي ايراد، انا بحبها 24 ايراد بعد التعليق اللي جالها ده وردها، بقت هي مكسوره، جوزها مكسور، قاعدين بيبصوا لبعض، قاعدين مش عارفين يقولوا ايه، مش ازاي دي عندها شاب، عندها عيل في، يعني عندها شاب في تالتة جامعة، مع بنتها داخلة أولى ثانوي، ليه تكسريها؟ ليه تكسريهم قدام صحابهم؟ يعني انت استفدتي ايه؟ يعني انت استفدتي ايه من تعليقك زي ده؟ ليه ربنا يكسر بخاطرك زي ما كسرتي بخاطرها؟ والله العظيم، يعني ليه ان انت تكسري بخاطرها؟ ده احنا اساسا موجودين في الدنيا